بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. في ركود عالمي ظاهر وواضح وضوح الشمس، واضح على أي حد ساير، وضوح المأذنة. النهاردة الشركات الإيطالية أو ماكينات الإيطالية الجديدة انخفضت البيع بتاعها لدول آسيا خاصة الهند والصين وباكستان بنسبة 29%، وفي السوق المحلي الإيطالي انخفض البيع بنسبة 57% مقارنة بنفس الشهر السنة اللي فاتت 2024، لدرجة إن هذا الركود فاق الركود بتاع 2020. والدليل على ذلك النهاردة القطن أو أسعار القطن عموما منخفضة أو شبه منهارة، يعني الخوف اللي السنة الجاية الفلاح مش هيزرع قطن نتيجة هذا الانهيار الكبير في الأسعار. يعني الليبرة العالمية للقطن حاجة و60 سنت، يعني وصلت ل66 67 سنت للليبرة أو للباوند. برضو الخيوط النهاردة بقالنا 3-4 شهور انخفاض أسعار الخيوط أو ثباتها النهاردة 30 على واحد الممشط الكومباكت 2.95 أو 2.93 اللي كان بيوصل ل23 و33. وكمان الشركات لو خدت كميات كبيرة بيعملوا لك خصم كويس، خاصة لما يكون فلوسك نقدي. الحاجة التانية، المملكة العربية السعودية بدأت تهتم بالصناعة هذه الفترة، يعني بدأوا يدوا أراضي ويشتغلوا في صناعات كتيرة خاصة في مجال الذكاء الصناعي. برضو في كتير قوي بدأوا يعملوا مصانع غزل ونسيج. بالنسبة للصين أسعار البوليسترات برضو أسعار ثابتة بقالها فترة، يعني الاسبان النهاردة حدث ولا حرج، خيوط الديتي وايت أو التيكتشر عموما حدث. ففي مشكلة عالمية اللي هي السحب، لأن مين القاطرة اللي هي بتسحب، أو لو انت تخيل كده المصنع أو الصناعة عموما عبارة عن عربات قطار، فالقاطرة أو السفروتة أو الجرار على حسب كل بلد ما هي بتقول هو المواطن هو اللي بيشتري، بيسحب من التاجر بيروح المتجر بيروح يشتري من المصنع بيروح يشتري من الخامات، وهكذا. ده عالميا، مش بتكلم في دولنا أو في مصر بس، لا ده عالميا الحاجات دي ظاهرة وواضحة وضوح الشمس. عندنا برضو بعض الأخبار، يعني استخدامات مصر مشهورة أكتر حاجة في صناعة النسيج هي الفوطة، أو لو قلت أدق كلمة أدق هي بشكير البحر. النهاردة بشكير البحر الفوطة أصلا اتعلمنا ألف ب أو 1 2، الفوطة لازم تكون قطن 100%، وقلنا الكلام ده كتير. سبحان الله الجلد بتاعنا طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى خلقه من الطين، فأي حاجة طبيعية جاية من الأرض الزراعية. هناك لو أنا جبت عدسة مكبرة هتلاقي الجزيئات بتاعة الجلد بتتوافق مع الحاجات الطبيعية. فأنت لما تحط أي لبس داخلي، لابس داخلي أي حاجة طبيعية سواء قطن سواء كتان، بتحس براحة وبتحس بهدوء وبتحس بسكينة، بتحس باطمئنان. فهي الجزيئات أصلا بتاعة الجلد بتتوافق مع أي حاجة طبيعية. فالقطن ده هو ملك الخامات عموما، الجسم بيحبه، وخاصة مصر. القطن هذا النبات الجميل اللي ربنا أنعم علينا بيه في أرضنا، أرض مصر تحب القطن والقطن يحبها. فالاهتمام خاصة القطن طويل التيل
سيبك من اللي يقول لك ازرع قصير والمصانع محتاجه قصير، لا 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 لا، اهم حاجه ازرع القطن الطويل التيل، اللي هو نرجع امجادنا جيزه 45 والحاجات الطيبه الجميله. لان خلط البذور وحش، خلط البذور اللي هي القصيره او المتوسطه مع القطن بتاعنا تعمل مشاكل كبيره كبيره وتدمره كمان. الحاجه التانيه، احنا عايزين الفتره اللي جايه ربنا يا رب انا في انكماش وفي ركود، بس الطريق اخره نور. يعني هتحس فيها الفترات الجايه دي اخر الطريق فيه نور. انا مستبشر خير باذن الله، بالهمه العاليه والاخلاص والرجوع لربنا سبحانه وتعالى في عملنا، هنبقى ان شاء الله من احسن البلاد. يا رب وفقنا دايما، وفق كل حد مخلص لهذه البلد الطيبه. تحياتي، مهندس محمد كمال معتمد.